تعادل الاهلي وفيوتشر ما عداش كده مرور الكرام، لا ده في شويه حوارات احنا ممكن نكون ما اتكلمناش عليها في اللايف اللي فات. فانا طالع عامل الفيديو ده كده بس ايه علشان اجري واتكلم فيها بسرعه ويعني ما اضايقش الناس. بس بصراحه في شويه حاجات يعني مستفزه، فلازم لازم الواحد يتكلم فيها بجد، والله فعلا مش هينفع ما يتكلمش فيها. على سبيل المثال ان كابتن جهاد جريشه طلع امبارح مع الاستاذ ابراهيم فايق في فقره تحليليه للمباراه او المشاكل التحكيميه اللي كانت موجود فيها، واتكلم على 3 حالات وقال عكس ال3 حالات اللي حصلوا في الملعب. يعني قال لك حاله الطرد، لا دي مش طرد على عمر كمال عبد الواحد، لان يعني لازم تكون ركبه عمر كمال وهو داخل مفروده عشان يبقى فيها قوه ومش عارف ايه. تمام، ما عنديش مشكله. طيب دخل على ضربه الجزاء بتاعت علي معلول اللي ما اتحسبتش والناس كلها اكيد عارفاها، قال لك لا دي ضربه جزاء صحيحه. دخل على ضربه الجزاء الاخرانيه اللي هي ما دخلتش جون باللي ضيعها قفشه، قال لك لا ضربه الجزاء دي المفروض كان يرجع للعبه بتاعت اكرم توفيق، لان من بدايه الهجمه او بدايه استخلاص الكوره كان اكرم توفيق عامل فاول، فبالتالي هي مش ضربه جزاء. فمن الاخر شرك امين عمر. طيب انا بقى مستني ايه؟ انا مستني دلوقتي كلاتنبرج بعد كل جوله ما بتخلص بيروح منقي شويه حالات كده حلوه كده من على الوش، ويطلع يروح مشرك بتوع الفار ومشرك الحكام ويقول لك ده كويس وده وحش وده 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 وده. عايز اتفرج بقى هيقول الراجل ده ايه على الحالات اللي قالها كابتن جهاد جريشه، وهجيبهم هنا في الحلقه الاثنين واقارن لك ده قال ايه وده ايه، وهتبقى بصراحه انا متاكد ان هيبقى في خلاف كبير، يعني هيبقى في نقط مختلفه كتير جدا. ليه؟ لان في حاجات انا شايفها عكس كابتن جهاد وفي حاجات انا شايفها مع كابتن جهاد. وكان امبارح في اللايف بصراحه احد الاصدقاء المحترمين كان بيقول ان كولر مدرب بشخصيه ضعيفه. وقت ما احنا طلعنا اللايف ده ما كناش لسه عرفنا التصريحات اللي كان قالها كولر في المؤتمر الصحفي، ولا كنا نعرف ايه اللي حصل بعد كده، ولا كنا نعرف ليه اصلا علي معلول ما شاطش الكوره. فبعد ما سمعنا التصريحات وشفنا الراجل هو ذات نفسه رد بكل بساطه على صديقي العزيز اللي بيقول ان هو راجل ذو شخصيه ضعيفه. اولا طلع قال الاداء سيء جدا، ما ينفعش نبقى بنلعب قصاد فرقه خسرانه لعيب ومن الدقيقه 20 ونبقى الاداء بتاعنا بالشكل ده. اللعيبه مستهتره بشكل كبير جدا. انا شخصيا كمدرب حاطط لسته من اللعيبه على اولهم على راسهم علي معلول، هو اللي المفروض يخش يشوط ضربه الجزاء. انا ما اعرفش ليه قفشه اللي خد ضربه الجزاء، وده موضوع هنتكلم فيه بعدين. ده معناه ان اللعيبه جوه الملعب هي اللي قررت تغير كلام المدرب. ده معناه ايه؟ معناه ان المدرب ده اللي هو مدرب نص لبه هتعدي ومش هيتكلم حتى عليها في المؤتمر الصحفي. لا ده طلع شرك اللعيبه في المؤتمر الصحفي. لا يا ده مش شركهم بس في المؤتمر الصحفي، ده قال لك اللعيبه المفروض بتمشي بعربياتهم بعد المباراه، محدش يروح بالعربيه، كله يركب الاتوبيس يا اساتذه عشان احنا هنروح نتكلم في غرفه خلع الملابس هناك في النادي الاهلي. وخدهم هناك يا معلم ايه غسيل ومكوى رايح وراجع وطالع وناس. ومن الاخر يا اخوانا كده انا في لعيبه اديتها فرص كتير قوي مش هتاخد الفرص دي تاني، والفتره اللي جايه اللي مش عايز يكون معايا يقول من دلوقتي، علشان من الاخر كده القصه خلصانه. وانا يعني الراجل بيقول لهم بالطريقه انا في طقم حطيته في الليسته ده هيروح مني في يناير. غير ان هو كمان اتكلم في المؤتمر الصحفي ان كان من وجهه نظره ان هو محتاج بعض اللعيبه هيدعم بيها، ولكن في بعض اللعيبه خلاص الموضوع بالنسبه له انتهى، علم عليهم. طيب مين بقى اللعيبه دي؟ يعني هنبتدي نعرف الفتره الجايه. وانا بقى عايز اكلمك على حاجتين تانيين بيتقالوا من امبارح في الاعلام عن الموضوع بتاع علي معلول والموضوع بتاع قفشه. حلو. قال لك ان علي معلول هو اللي رفض يشوط ضربه الجزاء. قال يا جماعه انتم مخرجيني بره الجيم وانتم ما بتلعبونيش معاكم كفريق، انا بره الجيم فانا مش هقدر اشوط الكره دي. ودي معناها ان علي معلول ابتدى يقلب على لعيبه الاهلي او اتضايق من اللي كان بيحصل في الملعب، واللي احنا كنا شايفينه ان علي معلول كان مهمش في بعض الاحيان. مين اللي المفروض يخش بعديها؟ المفروض اللي احنا فاهمينه ان يكون محمد شريف او يكون حمدي فتحي. لا محمد شريف ولا حمدي فتحي موجودين. بعديهم مين؟ عمرو السوليه. عمرو السوليه كان واقف قدام قفشه وهو اللي بيديله الكوره، يبقى ده معناه ان يا عمرو السوليه هو اللي رفض، ولو ما رفضش وقفشه خدها فمن الاخر كده قفشه هيشيلها كلها. تمام. فكده قفشه هو اللي خد الكوره ودخل وقرر ان هو يشوط وضيعها، وزي ما انا قلت امبارح في اللايف ساب الكوره اصلا ما عملش فولو وراح يحتفل ان الكوره جول. ما اعرفش هو شافها جون ازاي، انا شفتها جون بصراحه، بس انا ما اعرفش هو جاب الثقه منين. يعني جوه الملعب كده انا ما اعرفش هو جاب الثقه منين. واللي عايز اقوله ان في فترة طويلة من ساعة ما اللعيبة خدت اجازة واخد كابتن محمود الخطيب ادى الفريق الكبير كله اجازة، وكان في قفشه هو الوحيد اللي بيبوست صور، وكنا بنتكلم يا جماعة بنقول اختفوا بقى، ريحوا شوية، بعيدوا عن الجمهور وما تستفزوش الجمهور عشان ايه المستوى اللي فات ده مش حلو. ورغم كده الناس برضو قفشه بالذات ابتدى يكمل بنفس السكة، وتحس ان في سكة العداء ديت ماشية مكملة مع الجمهور لحد المباراة بتاعت اول المباراة قبل اللي فاتت لما خدوا اكرم عشان يروح للجمهور وما راحش ورجع. والنهارده بعد الكوره ديت كمان ده برضو استفزاز. هو عايز هو انا وجهه نظري قفشه كان عايز يجيب جون عشان يقول للجمهور انا موجود. فمن الاخر يا قفشه انت عايز تمشي تمام اتفضل.
والموضوع منتهي، يعني مفيش اي مشكله. يعني الموضوع مش كبير لدرجه ان احنا نقعد نعمل نتقمص وبتاع ونزعل بعدين. لا، روح قول للاداره انا عايز امشي وهدور على عرض يا ابني واتكل على الله، ما تضايقش نفسك يعني. هو ده اللي معروف عندنا في النادي، ان انت مش عايز خلاص، سلام عليكم، اتفضل يا باشا، الطريق موجود. عايز تروح بيراميدز روح بيراميدز، عايز تروح الزمالك روح الزمالك، مش فارقه والله. بدل انت العقليه بالمنظر ده، خلاص انت حر براحتك، انت اللي اخترت طريقك وانت اللي عايز تمشي فيه، انت حر. فالفترة اللي جاية هتشهد حاجات مختلفة من وجهة نظري من كولر مع الفرقة ومع التعامل معاهم، لأن دلوقتي إن أنا ابتديت أنا وريتك الوش كويس، لا في وش تاني مختلف خالص هنشوفه الفترة الجاية. فعلى ما أعتقد من وجهة نظري أنا الشخصية، ان ما ينفعش ان احنا دلوقتي نتحامل على المدرب ونسيبه يشتغل ونشوف النتائج بتاعته، لان انا شايف ان الراجل لحد دلوقتي بصراحه ما اثرش في اي حاجه. هو يمكن زي ما قلت لك، بس هو في نمط هو ماشي عليه، ولكن انا متاكد ان هو لما يحتاج يغيره هو عنده تريكه واثنين وثلاثه، لان الراجل ده مش سهل. الراجل ده دماغه كويسه ومتكلفه من الاخر، انا بقول لك اهو. فلو انت عجبك الفيديو يا ريت تشترك على القناه وتدينا لايك حلو على الفيديو ده، واللينكات بتاعت السوشيال ميديا كلها موجوده تحت، يا ريت تروح تشترك عليها. اشوفك الحلقه الجايه، سلام عليكم.